في 7 مايو 2026 في مضيق هرمز، واحد من أخطر طرق الملاحة البحرية في العالم، كانت 3 مدمرات أمريكية USS تروكستون وUSS رافاييل بيرالتا وUSS ميسون تمر ببطء من على سواحل إيران. كان قادة الحرس الثوري الإيراني بيراقب تحركات السفن في هدوء باستخدام أنظمة المراقبة والمناظير. في رأيهم السفن الأمريكية كانت مكشوفة، شكلهم كانوا هدف سهل، ودخلوا ساحة إيران بنفسهم. بس اللي طهران ما كانتش تعرفه هو إن ده بالضبط اللي أمريكا كانت عايزاه. في خلال كام دقيقة إيران هتقع في فخ متخطط ليه هيخليهم يكشفوا الشبكة العسكرية اللي كانوا مخبيينها من زمان. حسب التقارير، ال3 مدمرات من طراز أرلي بيرك مش بس كانوا بيعدوا من مضيق هرمز، دول اتعملوا بشكل متعمد إنهم يكونوا ظاهرين ويبانوا ضعاف قدام إيران. وفعلاً الخطة نجحت. إيران بقالها فترة طويلة بتستخدم اللي بيسموه عقيدة أسطول البعوض، ودي استراتيجية بتعتمد على قوارب هجوم صغيرة وسريعة وطائرات بدون طيار وصواريخ ساحلية وهجمات مفاجئة من أماكن مخفية. ولسنين طويلة كانت الطريقة دي فعالة، لأنه مواقع الإطلاق بتاعتهم كانت متفرقة وصعب تتحدد. فيه منشآت تحت الأرض وقاذفات صواريخ مخفية ومواقع سرية للتمركز. المناطق دي موجودة في جزر مختلفة ومناطق ساحلية. عشان كده لما إيران شافت ال3 مدمرات أمريكية اللي شكلهم كانوا هدف سهل، افتكروا إن عندهم فرصة يوروا قوتهم. بس ده بالضبط اللي كانت أمريكا مستنياه. أول ما بدأت الهجوم إيران، شبكة المراقبة بتاعت الجيش الأمريكي اتحركت فوراً. استخدموا الرادار والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وأنظمة تتبع بحرية عشان يتابعوا في الوقت الحقيقي كل إطلاق صاروخ وكل تحرك لطائرة بدون طيار وكل تحرك لقوات إيران. في خلال كام دقيقة بس بدأت شبكة إيران العسكرية اللي كانت مخبية بقالها سنين تتكشف. الجيش الأمريكي حدد مواقع إطلاق مختلفة ومنشآت دعم قريبة من جزيرة كيسم، بندر عباس، بندر كمير وسيرك. حسب التقارير اتضربت منصات صواريخ ساحلية، منشآت طيارات بدون طيار، مواقع تجهيز قوارب هجوم سريع، سفن زرع ألغام، مخازن أسلحة ومراكز لوجستية. مع إنه ما فيش ولا أمريكي اتصاب هناك، لكن اللي حصل الحقيقي بقى واضح. على مدار عقود كثيرة كانت الاستراتيجية العسكرية لإيران معتمدة على التخفي، الهجمات المفاجئة، الأنظمة تحت الأرض، وتكتيكات الهجوم الجماعي عشان يصعب على العدو يرد. بس المرة دي الهجوم بتاعهم نفسه هو اللي كشف أسرارهم، وأمريكا كانت بتسجل كل حركة للقوات الإيرانية في الوقت الحقيقي باستخدام الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وطائرات الرادار والأنظمة البحرية، وتعلموا بسرعة. حددوا واستهدفوا الأجزاء المهمة من الشبكة قبل ما يقدروا ينقلوا المعدات. الموضوع ما كانش مجرد معركة بسيطة، المعركة الحقيقية كانت معركة معلومات ومراقبة وتوقيت. بالنسبة لإيران، مضيق هرمز مهم جدا لأنه جزء كبير من نفوذهم في تجارة النفط العالمية والشحن الدولي. عشان كده بعد الحادثة دي كتير من المحللين شايفين إن بعض القدرات اللي بنوها على مدار عقود ضعفت. في الحقيقة حسب المصادر، التقارير بتقول إن صور الأقمار الصناعية لسه بتوضح آثار الحريق والدمار قريب من مضيق هرمز وعمان بعد المواجهة الشديدة مع زوارق الهجوم السريع الإيرانية. ودلوقتي في سؤال بيشغل بال كتير من المراقبين العسكريين: هل ده بداية لمواجهة أكبر في الخليج الفارسي؟ ولا ده مجرد رسالة واضحة من أمريكا إنهم يقدروا يدمروا الاستراتيجية اللي إيران اشتغلت عليها لعقود؟ بس حتى لو كانت عملية أمريكا في مضيق هرمز ناجحة، تقريباً ما غيرتش أي حاجة في محادثات السلام. في الحقيقة حسب بعض المحللين الوضع بقى أعقد كمان. من ساعة ما بدأ وقف إطلاق النار، أمريكا بتقدم تنازلات وراء بعض علشان تحاول تقنع إيران ترجع لطاولة المفاوضات. واشنطن عندها أمل إنه يمكن إيران فعلاً عايزة تخلص التوتر وتوافق على اتفاق يكون مقبول للطرفين. بس بدل ما موقف طهران يلين، اللي حصل كان العكس. المتشددين جوا إيران بقوا أكثر جرأة،
وهنا الوضع بقى أكثر فوضى، لأن حسب التقارير فيه صراع قوى داخلي بيحصل دلوقتي جوه حكومة إيران نفسها. من ناحية فيه الحرس الثوري الإسلامي اللي هو الفصيل العسكري المعروف بشدته وعدوانيته في السياسة الخارجية، ومن الناحية الثانية فيه الحكومة المدنية في إيران اللي بتكون أكثر انفتاحاً على المحادثات الدبلوماسية وإمكانية التوصل لحلول وسط. بحسب تقرير نيويورك بوست امبارح، في الوقت اللي مستمر فيه وقف إطلاق النار الهش جداً بين أمريكا وإيران، لسه تأثير الحرس الثوري قوي جداً جوا البلد، وعشان كده محادثات الوساطة مع الولايات المتحدة بتزداد تعقيداً. فيه مجموعات عايزة تكمل الحوار عشان يتجنبوا حرب أكبر، بس في كمان فصيل بيؤمن إن إيران ما ينفعش تتراجع ولازم يكملوا الضغط أكتر على أمريكا. عشان كده لحد دلوقتي اتجاه إيران لسه منقسم. في الأيام اللي فاتت كان العالم كله لسه مستني الرد الرسمي من إيران على آخر اقتراح اللي بعتته أمريكا، بس حسب بعض المراقبين ده مش فعلا اتفاق سلام كامل، هو أكتر شبه اتفاق مؤقت اللي فيه البلدين حيوافقوا يكملوا التفاوض لمدة 30 يوم جايين، وفي نفس الوقت يفضل مضيق هرمز مفتوح ويتخفف شوية شوية بعض إجراءات الحصار. دي مذكرة التفاهم اللي أمريكا بعتتها لإيران من كام يوم، وامبارح كان آخر معادل لطهران عشان ترد. الرئيس دونالد ترامب بنفسه أكد إنهم مستنيين رد رسمي من إيران قبل نهاية اليوم، بس مع مرور الوقت الوضع بقى أغرب، لأن لحد دلوقتي مفيش رد واضح، مفيش تأكيد من أمريكا، مفيش بيان رسمي من إيران، وحتى باكستان اللي ممكن تكون بتساعد في جهود الوساطة برضو مفيش منها تفاصيل واضحة. إيران ما قالتش بس برضو ما قالتش لأ، وده بالنسبة لكتير من المحللين ليه معاني كتير ممكنة. من أكتر وجهة نظر متفائلة ممكن يكون لسه الفصائل المختلفة جوا إيران ما اتفقوش على القرار اللي المفروض ياخدوه. ممكن يكون في ناس عايزين يقبلوا الاقتراح وفي ناس تانية عايزين يوصلوا حالة التوتر، بس كمان في تفسير أكتر يقلق. ممكن إيران رفضت اقتراح أمريكا بشكل غير معلن، زي في الكلام العادي كده، ساعات لما ما فيش رد ده بيكون هو نفسه الرد. ودلوقتي ده أكتر جزء مثير في الموقف، عشان عدى أكتر من 12 ساعة من وقت ما كان المفروض إيران ترد، بس كل الأطراف لسه ساكتين، وكل ما السكوت يطول الأسئلة بتزيد. يا ترى إيران فعلا لسه بتقرر ولا في خطوة أكبر مستنية ورا السكوت ده؟ وبحسب التقارير الرئيس ترامب طلع بتصريح مهم تاني امبارح واللي زود التوتر أكتر في المنطقة كلها. على حسب كلام الرئيس دونالد ترامب، لو إيران ما ردتش أو رفضت مذكرة التفاهم ده معناه حاجة واحدة بس، هيرجع اللي بيسموه مشروع الحرية، ولو ده حصل أمريكا هتبدأ عمليات أكتر عدوانية في مضيق هرمز. يعني كده هترجع السفن الحربية الأمريكية تدخل وتخرج من الخليج الفارسي من غير توقف، وهترافق السفن التجارية وناقلات النفط عشان يضمنوا استمرار حركة التجارة والنفط في المنطقة. بمعنى تاني، أمريكا عايزة تضمن إن واحد من أهم طرق الشحن في العالم يفضل مفتوح حتى لو إيران اعترضت. بس على كلام ترامب ممكن اللي هيحصل مش هيكون مجرد رجوع لمشروع الحرية. في ناس هتقول حرية عشان في حاجات ما حصلتش، بس بالنسبة ليهم مشروع الحرية بلس. هو ذكره إنه ممكن كمان يبقى مشروع الحرية بلس، وده معناه عملية أوسع وأقوى باستخدام أنظمة عسكرية تانية ودعم إضافي. وهنا الحوار بقى أكثر إثارة، لأنه في الوقت اللي أمريكا بتبين فيه إنها جاهزة ترجع للعمليات في أي وقت، ظهرت كمان قصص كتير ومختلفة عن ليه فجأة توقف مشروع الحرية في الأول. وبحسب البيان الرسمي من البيت الأبيض، المشروع توقف مؤقتاً كنوع من حسن النية علشان يدوا فرصة لإيران تفكر في اقتراح أمريكا وترجع لطاولة المفاوضات.
وده واضح جدا في المواضيع اللي هم مستعدين يتفاوضوا عليها وحدود والتنازلات اللي ممكن يعملوها في الموضوع ده. دي واحدة من التنازلات اللي عملتها الولايات المتحدة من ساعة ما بدأ وقف إطلاق النار. فعشان كده لو إيران ما ردتش خالص أو لو اتضح أنهم رفضوا الاتفاق بشكل صريح، تقريبا أكيد العمليات هترجع تاني. بس في رواية تانية بتنتشر بهدوء أكتر في الإعلام في أمريكا، ودي هي الجزء الحساس أكتر. حسب بعض التقارير السعودية والبحرين ما كانوش مبسوطين لما أمريكا أعلنت عن مشروع الحرية من غير ما تستشيرهم بشكل مباشر الأول. في الواقع أمريكا ما تقدرش تنفذ عملية بحرية كبيرة زي دي من غير دعم من دول الخليج. أمريكا محتاجة وصول للأجواء السعودية وممكن كمان لأجواء دول تانية في الخليج عشان تراقب سفنها الحربية وتحمي المدنيين وكمان السفن اللي بترجع تشتغل بشكل طبيعي في الخليج الفارسي. وكمان مهم استخدام القواعد الجوية في المنطقة للمراقبة والتزود بالوقود والاستجابة العسكرية السريعة لو حصل أي توتر جديد. بس حسب التقارير في الأول السعودية رفضت تسمح لأمريكا تستخدم بعض قواعدها الجوية ومجالها الجوي عشان ما تمش إشراكهم في تخطيط العملية من البداية. ولو ده كان صحيح كان هيبقى مشكلة كبيرة. بس بعد يوم واحد بس من ظهور التقرير شكل السعودية غيرت اتجاهها وحصل تغيير مفاجئ في موقفهم. في الآخر الحكومة السعودية وافقت برضه إن أمريكا تستخدم قواعدهم، خصوصاً لو الهدف هو إبقاء مضيق هرمز مفتوح. وده مش مفاجئ لأن تقريباً كل الدول في منطقة الخليج عايزين مضيق هرمز يفضل مفتوح، الكل ما عدا إيران، لأن بالنسبة لطهران الحصار الأمريكي زي خنق تدريجي لاقتصادهم، وكل ما التوتر بيستمر تأثيره بيزيد على المواطنين الإيرانيين العاديين. وبحسب التقارير التضخم السنوي في إيران وصل ل50%، والأصعب من كده تضخم أسعار الأكل عدى 100%. يعني كده أسعار الأكل تقريباً بتتضاعف كل سنة، وكمان قيمة الريال الإيراني لسه بتنهار. ده في أقل مستوى. ليه؟ ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية كتير من الإيرانيين اللي يقدروا يسافروا ابتدوا يطلعوا فلوسهم برا البلد، لأنه بالنسبة لكتير منهم بقوا مش متأكدين إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. وفي تطور تاني زود قلق الناس أكتر. مؤخراً القضاء الإيراني صدر أكثر من 200 عقار من ناس بيتهموهم إنهم ضد الدولة، حتى من غير محاكمة علنية أو جلسة استماع واضحة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية إيرانيين أكثر بيفقدوا شغلهم، مشاريعهم ومدخراتهم، في الوقت اللي الحكومة فيه بتدور على الفلوس بشكل يائس. وفي نفس الوقت عضو في البرلمان الإيراني كان أول واحد يعترف من ساعة ما بدأت الحرب يوم 28 فبراير إن القائد الأعلى لإيران اتصاب في أول موجة من الهجوم. وبحسب المسؤول مكان شغل آية الله مجتبى حسين خامنئي وبيته كانوا الهدف نفسهم، وبيقولوا إنه كان على السلم وقت ما الصاروخ انفجر. اتصاب في ركبته وظهره، بس هو أكد إنه الجروح بسيطة وحالته كويسة. بس كتير من المحللين شاكين لأنه لحد دلوقتي ما فيش أي فيديو أو تسجيل صوتي من المرشد الأعلى، في الوقت اللي باقي المسؤولين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري بيتحركوا بحرية وبيظهروا قدام الناس وسط وقف إطلاق النار. عشان كده الشكوك بتزيد عند بعض الناس إن حالة الزعيم الإيراني أسوأ بكتير من اللي الحكومة معترفة به.